إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 5 من فبراير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون موضوعا بعنوان ما فرص عودة الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة بين دولة المنبع أثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. مقتل فتاة إريترية تبلغ من العمر 11 عاما طعنا بالسكين بعد يوم من حفل عيد ميلادها في هولندا. جيبوتي تنفذ ضربات بطائرات مسيرة ضد مسلحي العفر على تخوم الحدود مع أثيوبيا. ومقتل وجرح العشرات في قصف مدفعي على كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت الشرطة الهولندية إن فتاة إريترية تبلغ من العمر 11 عاما تعرضت للطعن حتى الموت في هولندا السبت الماضي. وقتلت الفتاة على يد رجل يبلغ من العمر 29 عاما يوم السبت الأول من فبراير في بلدة نوخيم في منطقة أولتريخ، ولم يتضح بعد ما إذا كان القاتل على صلة بالفتاة المغدور بها أم لا. وألقت الشرطة القبض على الجاني أثناء جلوسه في حديقة محلية بعد تنفيذ الجريمة. وذكر صحيفة نيذرلاند تايمز أن السكان كانوا قد رفعوا من قبل 3 دعاوى ضد القاتل بسبب سلوكه غير الطبيعي المتكرر في المنطقة. وأضافت الصحيفة أن الفتاة التي طلبت اللجوء في هولندا مع عائلتها بعد فرارهم من إريتريا قتلت السبت الماضي بعد يوم من الاحتفال بعيد ميلادها في 31 من يناير. قالت الحكومة الجيبوتية إنها نفذت ضربات بطائرات بدون طيار ضد معارضيها في المناطق المتاخمة لأثيوبيا. وقالت الحكومة في بيان في 2 من فبراير الجاري إن 8 مسلحين قتلوا في الغارة بطائرة بدون طيار. وينتمي المسلحون المعروفون باسم فرود إلى عرقية العفر الذين يعارضون الحكومة التي يقولون إنها تحت سيطرة عرقية عيسى الصومالية. وقد أطلقت الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة الديمقراطية فروت التي تتكون من مجندين من قبائل العفر في شمال جيبوتي تمردا مناهضا للحكومة في عام 1991 بدعوى الدفاع عن مصالح قبائل العفر ضد قبائل عيسى المجتمع العرقي الرئيسي الآخر في البلاد. وهدفت مجموعة فرود المسلحة في وقت سابق إلى توحيد الجماعات العرقية العفرية في إريتريا وأثيوبيا وجيبوتي، وذلك لإنشاء دولة العفر الخاصة بهم. وبعد الصراع الذي اندلع في عام 1998 بين إريتريا وأثيوبيا، دعمت الحكومة الأثيوبية رسميا ادعاء فرود بأنها تتحرك نحو إنشاء دولة عفر مستقلة بميناء بحري يشمل مدينة عصب. وتدعم الحكومة الأثيوبية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد في الوقت الحالي مسلحي فرود. هذا ولم ترد الحكومة الأثيوبية على ادعاء الحكومة الجيبوتية بتنفيذها ضربات بطائرات بدون طيار على مسلحي جماعة فرود الذين ينشطون في منطقة الحدود بين البلدين. أعلنت الحكومة السودانية الاثنين مقتل 44 مدنيا وإصابة 28 آخرين في هجوم نفذته الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على مدينة كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد. ووفق ما ذكر موقع سودان تريبيون، فإن الجيش الشعبي التابع للحركة نفذ قصفا مدفعيا استهدف سوقا ومواقع متفرقة في مدينة كادوغلي
مما أدى إلى سقوط 44 قتيلا وجرح 28 آخرين من بينهم نساء وأطفال، وفق ما ذكرت منصة الناطق باسم الحكومة السودانية. هذا وتقاتل الحركة الشعبية ضد الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011 من أجل الحصول على وضع خاص بالمنطقتين. وتتزامن هذه التطورات في جنوب البلاد مع توسيع الجيش السوداني نطاق سيطرته في ولايتي الجزيرة والخرطوم ضد مواقع قوات الدعم السريع. كان آخرها إعلان قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل فك الحصار عن معسكر سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في منطقة العيلفون بشرق النيل، كما أنها تأتي متزامنة مع مقتل قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة اللواء عبد الله حسين إثر استهداف سيارته بقصف جوي صباح الاثنين الماضي. وأدت النزاعات في السودان إلى مقتل أكثر من 200 مدني وجرح العشرات خلال ال5 أيام الماضية. هذا ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا منذ أبريل 2023 أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 20,000 شخص ونزوح نحو 14 مليون وفق إحصائية الأمم المتحدة والسلطات المحلية في السودان. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي وضمن برنامج إفريقيا في الإعلام العربي موضوعا بعنوان ما فرص عودة الوساطة الأمريكية لحل أزمة سد النهضة بين دولة المنبع أثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان، وذلك من خلال استعراضنا لمقال تحليلي لصحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرته في 2 فبراير الجاري. نتابع. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نسلط اليوم من خلالها الضوء على تعقيدات ملف سد النهضة الأثيوبي بين مصر وأثيوبيا في عهد الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي ما أن تولى حقبته الرئاسية الجديدة حتى أحدث نوعا من البلبلة والتغييرات في مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية على الصعد المختلفة، كان من بينها إيقاف نزيف الحرب ولو بشكل مؤقت في قطاع غزة، إضافة إلى تصريحاته المتكررة بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت قرارات ترامب الجريئة خلال الأسبوعين الأولين من رئاسته تحولات كبيرة في التوجهات الأمريكية تجاه العديد من القضايا التي خلا حديث الرئيس الأمريكي فيها من الدبلوماسية المعهودة إلى الصراحة والجرأة المثيرة التي عرف بها الرجل. وكان من بين التصريحات المثيرة للجدل ضم كندا إلى الولايات المتحدة وشراء جزيرة جرينلاند والسيطرة على قناة بنما وضرورة نقل سكان قطاع غزة وتقسيمهم بين مصر والأردن. بل إنه أكد مرة أخرى عندما سئل عن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الحسين مقترحه بأنهما سيفعلان، وهو ما أثار شكوكا من أن ترامب ربما يخفي أمرا ما أو لديه أوراق ضغط يمكن من خلالها الوصول لتسوية هذا الطلب أو المقترح. ومن هذه الأوراق الضاغطة ملف المساعدات وأخرى ذات جوانب أمنية وجيوستراتيجية. ويأتي في مقدمة هذه الملفات الخلاف السائد بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، حيث ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الرئيس السيسي أجرى اتصالا في عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن محادثات الرجلين تطرقت إلى قضايا الأمن المائي وحلال السلام في الشرق الأوسط، كما أن المحادثات تناولت النزاع السائد حول سد النهضة الأثيوبي وإمكانية عودة الوساطة الأمريكية بين مصر وأثيوبيا مرة أخرى. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات نستعرض لكم فيما يلي تحليلا نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الأحد 2 فبراير الحالي بعنوان ما فرص عودة الوساطة الأمريكية لحل نزاع السد الأثيوبي بعد اتصال السيسي ترامب. نتابع. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. يقول تقرير الشرق الأوسط: طرح اتصال بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناولا فيه نزاع سد النهضة الأثيوبي من بين قضايا عدة، تساؤلات حول فرص عودة واشنطن للوساطة مرة أخرى بين القاهرة وأديس أبابا حول السد الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويواجه السد الذي تقيمه أثيوبيا منذ عام 2011 باعتراضات من دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان اللتان تطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، وذلك لضمان عدم تضرر حستيهما من المياه. ووفق إفادة البيت الأبيض فإن ترامب والسيسي بحثا في اتصال السبت ملف سد النهضة الأثيوبي دون تفاصيل، فيما ذكرت الرئاسة المصرية أن السيسي ناقش مع نظيره الأمريكي تعزيز التعاون في مجال الأمن المائي من بين ملفات إقليمية ودولية ناقشها الاتصال. ولم توضح إفادات المكالمة المصرية والأمريكية موقف إدارة ترامب من تطورات قضية سد النهضة الأثيوبي، إلا أن دبلوماسيين ومراقبين تحدثوا للشرق الأوسط لم يستبعدوا قيام واشنطن بدور الوساطة مرة أخرى لحل النزاع، لكنهم أشاروا إلى أنها ستواجه بتحديات وعقبات تتعلق بتطورات قضايا أخرى إقليمية، منها قضية السلام بالشرق الأوسط والحرب على قطاع غزة. واستضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولة مفاوضات عام 2020 بمشاركة البنك الدولي. ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان آنذاك، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي بسبب رفض الجانب الأثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت أثيوبيا أمريكا بالانحياز. ووفقا للشرق الأوسط لا يستبعد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي عودة الوساطة الأمريكية في قضية السد، لكنه يرى أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية لم يتضح بشأن تطورات الملف، خصوصا مع الأوضاع الإقليمية الراهنة. وقال إن الوضع في غزة وإجراءات وقف إطلاق النار يعدان أولوية لدى إدارة ترامب. ويعتقد العرابي في تصريحات للشرق الأوسط أن اتصال ترامب والسيسي كان تمهيدا جيدا لمشاورات وتفاهمات قادمة، مشيرا إلى أن تناول الاتصال لقضية سد النهضة جاء في ظروف إقليمية ودولية مغايرة عن الوضع وقت إدارة الرئيس الأمريكي الأولى، معتبرا أنه من الصعب الحديث عن موقف أمريكي تجاه السد الأثيوبي حاليا في ظل ما يحدث في المنطقة من تداعيات الحرب على قطاع غزة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا بعنوان ما فرص عودة الوساطة الأمريكية لحل نزاع سد النهضة الأثيوبي بعد اتصال السيسي ترامب، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويشير المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي إلى احتمالية أن تستخدم إدارة ترامب ملف سد النهضة الأثيوبي بوصفه ورقة ضغط على الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقبول بمقترح التهجير ونقل سكان القطاع الذي أعلنه ترامب أخيرا، مشيرا إلى أن تعاطي الرئيس الأمريكي مع القضية الآن سيختلف عن إدارته السابقة. وكان الرئيس الأمريكي أشار أخيرا إلى أن مصر والأردن يجب أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، وأعلنت القاهرة رفضها القاطع لهذا المقترح. وقال السيسي إن تهجير الفلسطينيين ظلم لن تشارك فيه بلاده. وقد لا تشكل قضية السد الأثيوبي أولوية لدى الإدارة الأمريكية الحالية وفق الشرقاوي، مشيرا للشرق الأوسط إلى أن ترامب لن يكترث بتلك القضية إلا في حال وقوع ضرر بالغ على مصر والسودان، كما يأتي اهتمامه بها بعد ملفات أخرى مثل حرب غزة والحرب الأوكرانية والوضع في البحر الأحمر، منوها بإنهاء أديس أبابا إجراءات ملء السد دون تأثير كبير على القاهرة والخرطوم حتى الآن. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قرب اكتمال بناء مشروع سد النهضة، وقال في أغسطس الماضي إن إجمالي المياه في بحيرة السد تصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2024 الماضي. ورغم الاضطرابات الإقليمية فإن العرابي يؤكد على أن موقف القاهرة بشأن قضية سد النهضة الأثيوبي سيظل ثابتا من حيث ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد.
وتتمسك مصر والسودان بضرورة إبرام اتفاق قانوني بشأن سد النهضة الأثيوبي. والأحد الماضي بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف ملف الأمن المائي بين البلدين، وأكد خلال محادثات في القاهرة استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين للحفاظ على المصالح الوجودية المشتركة، وباعتبارهما دولتي مصب لنهر النيل حسب الخارجية المصرية. ويرجع المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية إيهاب عباس أن تشهد العلاقات المصرية الأمريكية تفاهمات في قضايا عدة من بينها ملف سد النهضة الأثيوبي، مشيرا إلى أن ترامب سبق وأن تفهم المخاوف المصرية من المشروع الأثيوبي وأكد حقهم في الدفاع عن أمنهم المائي. وبعد إخفاق جولة مفاوضات واشنطن عام 2020 قال ترامب إن مصر قد تعمد إلى تفجير السد لأنها لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة. ورغم أن عباس يرى في تصريحات للشرق الأوسط أن فرص الوساطة الأمريكية في قضية السد قائمة، لكنه يعتقد أنها ستواجه تحديات منها استخدام القضية بوصفها ورقة ضغط في ملفات إقليمية أخرى مثل ملف السلام بالشرق الأوسط. وقال إن وضعية التفاوض حول السد تختلف حاليا، خصوصا بعد انتهاء أثيوبيا من عمليتي الملء والإنشاء. وطالب عباس بضرورة سعي مصر لإدخال المؤسسات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي للإشراف على اتفاق قانوني ينظم إدارة وتشغيل السد بصورة لا تجلب الضرر على دولتي المصب. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. مقتل فتاة إريترية تبلغ من العمر 11 عاما طعنا بالسكين بعد يوم من حفل عيد ميلادها في هولندا. جيبوتي تنفذ ضربات بطائرات مسيرة ضد مسلحي العفر على تخوم الحدود مع أثيوبيا. ومقتل وجرح العشرات في قصف مدفعي على كادوغلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في السودان. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.